هذه قصة غريبة ذكرها لي أحد أقاربي، وكان قد عمل في المنطقة الشرقية يعني في السجون. حكى لي هذه القصة يوم السبت 12 من رمضان بعد الإفطار عام 1429 هجرية. يقول إنه القصة هذه حتى يعني كنت أسأله إيش أغرب القصص اللي مرت عليك، فذكر لي هذه القصة من ضمن القصص. إنه في شاب حصل بينه وبين واحد خلاف فقتله، فأخذوا هذا القاتل الشاب ودوه السجن. حاول الناس بأهل القتيل إنهم يتنازلوا، حاولوا يصلحوا بينهم، لكن رفضوا التنازل. الدية ما يبغوا القصاص. فيقول جاء رجل عجوز صالح، رجل عجوز شيبة، وتكلم مع أبو القتيل وشفع لهذا الولد وطلب أن يسامحه، سامحه وتنازل عن القصاص. فتعجب الناس من هذا الرجل العجوز وموقفه المؤثر. يقول لي هذا اللي يحكي لي القصة بعد 8 شهور هذا العجوز اللي راح توسط لهذا يعني انهم ما يقتلوا هذا وسامحوه، بعد 8 شهور نفس الذي شفع وتوسط دخلوها السجن على 70,000 ريال سعودي. 70,000 ريال ما قدر يسددها. يقول لي اللي حكى لي القصة قريب هذا بعد 15 يوم، وهذا رجل مسجون والناس يعني اللي في السجن عارفينه إنه هذا اللي شفع وكذا ومتأثرين. يقول لي بعد 15 يوم جاء رجل يعني فاعل خير لمدير السجن زي كذا، وقال له أبغى قضية يكون حلها بما دون 100,000 ريال، يعني واحد عنده مشكلة كبيرة وتنحل بأقل من 100,000 ريال. يقول فأخبروا مدير السجن أو هذا بهذا الرجل العجوز الشايب اللي عليه 70,000 ريال، فسدد عنه الدين وأخرجوه من السجن. سبحان الله العظيم. فسبحان الله، من هذا الرجل الشايب إنه يشفع ويصلح في هذه النفس، فالله عز وجل أعتق نفس عن طريق هذا الرجل لما أصلح وفعل خير، فالله عز وجل يسر له من يفعل له الخير ويخرجه من السجن. وهكذا يكون الإصلاح بين الناس. إن المكارم كلها لو حصلت رجعت بجملتها إلى شيئين: تعظيم أمر الله جل جلاله، والسعي في إصلاح ذات البين.